السلام عليكم يا جماعة ورحمة الله وبركاته. في أوقات كتير حد ممكن يبعت لي يسألني يقول لي الجامعة الفلانية في روسيا، هل الجامعة ديت كويسة؟ هل هي معتمدة؟ هل يعني الدراسة فيها جيدة ولا لأ؟ فدايما بيبقى سؤال صعب، لأن لا يمكن أي حد فينا ممكن يعرف كل الجامعات في روسيا إذا كانت جيدة أو لأ. في الغالب كل واحد بيبقى عارف الجامعة اللي هو درس فيها، الجامعة دي كويسة من ناحية التدريس أو من ناحية الاعتماد. ففي طريقة لقيتها بسيطة جدا، أنت تقدر لو يعني عندك أي جامعة عايز تعرف عنها معلومات جوه روسيا، أو أنت حابب تدرس أي تخصص جوه روسيا، فتقدر توصل للجامعة المناسبة وتعرف المصاريف، يعني الجامعة ديت كام، وحتى التخصص اللي أنت عايزه تشوف هو يعني التخصص هناك في الجامعة ديت بكام. وتقدر برضو عن طريق الموقع دوت تعرف كام جامعة مثلا في روسيا فيها التخصص اللي انت عايزه، وتدخل على كل جامعة او تعرف من كل جامعة التخصص دوت يعني المصاريف بتاعته كام. وكمان تعرف يعني كل جامعة من اللي فيها التخصص اللي انت عايز تدرسه، تعرف الجامعة ديت معتمدة جوه روسيا ولا لأ، والتصنيف بتاعها الكام، يعني اذا كان تصنيفها العاشر او الخامس او الاكتر او الاقل. فانت بتعرف يعني تقارن ما بين الجامعات والتخصصات. وكمان بتقدر في الموقع دوت ان انت يعني لو انت مثلا بتحدد مدينة محددة معينة وتدخل تعرف المدينة ديت فيها كام جامعة وفيها التخصص اللي انت عايزه ولا لا. ده كله ممكن من موقع واحد بس، موقع واحد بس فيه كل الجامعات اللي في روسيا، في كل التخصصات اللي في روسيا، وفي كمان مصاريف الدراسة للتخصص اللي انت عايزه، وفي كل يعني وسائل الاتصال اللي انت ممكن توصل بيها للجامعة. فانت لو حددت جامعة معينة فانت بتقدر تدخل على السايت بتاعها وتبدأ توصل للإيميلات بتاعتها والتليفونات اللي ممكن تتواصل بيها معاهم يعني. هو في الأول السايت اسمه vozoteca.ru. السايت دوت هو بالروسي. الفكرة كلها معانا هنا ان هو السايت بالروسي، فانا ازاي هتعامل معاه اذا كنت انا لسه رايح ادرس فغالبا انا ما بعرفش روسي. فالفكرة كلها هنا ان احنا هنترجمه بطريقتين. في الطريقة الأولى إما إنك بتدخل على جوجل ترانسليت، فأنت هتاخد رابط السايت اللي احنا قلنا عليه اللي هو فوزو تيكا دوت اريو، أنا هسيبه في الديسكريبشن. فأنت هتاخده هتحطه في الخانة اللي انت المفروض بتترجم فيها اي كلمة انت عايز تترجمها. بتحدد اللغة الروسية، وتيجي الناحية التانية وبتحدد اللغة اللي انت عايزها اذا كانت العربية او الانجليزية او غيره. فانا محدد اللغة العربية. انا دلوقتي حطيت الرابط وبيظهر الناحية التانية الرابط الجديد، فبتدوس عليه وبيدخل على الموقع وبيبدأ يترجمه زي ما احنا شايفينه هنا. دي الطريقة الأولانية. الطريقة التانية واللي أنا بفضلها اللي أنت بتستخدم يعني متصفح جوجل كروم. متصفح جوجل كروم أنت لما بتدخل المفروض ان هو انت مثلا لو عندك في الجهاز، انت اللغة الاساسية على الجهاز عندك اللغة العربية او اللغة الانجليزية مثلا. فمتصفح جوجل كروم لما يعني بيظهر لي ان انت داخل على سايت بلغة مختلفة عن اللغة الاساسية عندك على الجهاز، هو بيبدأ يعرض عليك يسألك انت عايز تترجم اللغة دي ولا لا، عايز تترجم السايت دوت للغة بتاعتك ولا لا. فانت لما تدخل هنا فاللي هي الأداة ديت هتلاقيها على اليمين او على الشمال على حسب الجهاز اللي انت بتشتغل عليه اللغة بتاعتك او المتصفح بتاعك اذا كان عربي او انجليزي. فانا عندي هنا مثلا بيظهر على اليمين، فالأداة دي بتظهر بيسألني ان انت عاوز تترجم الصفحة دي ولا لا. فانا بقول له ترجمها لي، ومحدد طبعا ان اللغة هتبقى اللغة من اللغة الروسية للغة العربية. والطريقة دي افضل لانها اسرع وتبقى ادق شوية من ان انت تدخل على جوجل ترانسليت وتترجم السايت وتاخد الرابط وتترجمه. فالطريقة دي اسهل واسرع، لان هو كمان بيترجم تلقائي بعد كده. فلو دخلنا هنا على السايت بعد ما ترجمناه هتلاقيه متقسم لكذا قسم. ف هتلاقي قسم لو انت عايز تبحث عن طريق الجامعات كلها، او عن طريق التخصصات، او عن طريق المدن. يعني انت لو عايز تبحث تدخل في التخصصات كلها وتدور على التخصص بتاعك، او تدخل على الجامعات وتدور عن طريق الجامعات، او تدخل على المدن وتشوف الجامعات اللي فيها. فمثلا اول ما هتدخل في الموقع هتلاقي مثلا ان الموقع نفسه مرتبهم لك افضل المدن على حسب جودة التعليم. فهتلاقي موسكو، سان بطرسبرج. بعد كده تنزل شوية هتلاقي افضل 10 التخصصات. هتلاقي مثلا الاقتصاد، وبعدها يعني الرياضيات وما الى ذلك. فاحنا لو دخلنا في البحث عن طريق التخصصات مش عن طريق الجامعات او عن طريق
المدن، فإحنا هندخل على التخصصات الموجودة في روسيا، وعن طريقها نوصل للأماكن اللي إحنا ممكن ندرس فيها. فلو دخلنا هنا على التخصصات هتلاقيهم مترتبين ترتيب، يعني ترتيب على حسب شعبيتهم جوه روسيا، على حسب الناس بتقدم على ايه. فانت تلاقي هنا اول تخصص الناس بتقدم فيه في روسيا مثلا هو الاقتصاد، بعد كده الرياضيات، وبعد كده زي ما انت شايف بقية التخصصات. فلو دخلنا على تخصص منهم مثلا وليكن الرياضيات والميكانيكا، فانت لما هتدخل عليه هتلاقيهم جوه التخصص دوت موجود تخصصات تانية زي الرياضيات التطبيقية، علوم الكمبيوتر، الرياضيات التطبيقية. وهنا مثلا عدد الجامعات اللي ممكن تدرس فيها 158 جامعة جوه روسيا ممكن تدرس فيها دوت. فانت بتلاقي كل البيانات اللي انت محتاجها هنا على اليمين او على الشمال على حسب المتصفح بتاعك. هتلاقي لو انت حبيت بقى تغير طريقة البحث عندك مثلا عن طريق الجامعات، تعرف افضل الجامعات جوه روسيا ايه، مش افضل التخصصات، انت هتدور عن طريق الجامعات. فانت لو دخلنا على افضل الجامعات، افضل 10 جامعات في روسيا هتلاقيهم موجودين، وممكن بعد كده تدخل على بقية الجامعات، فدول افضل 10. فانت لو عايز تعرف الجامعات اللي بعدهم في الترتيب فبرضه بتدخل وبتلاقيهم مترتبين. ادي مثلا اول جامعة في روسيا الرتبة رقم 1 اللي هي موجودة في موسكو، واللي هي فيها مثلا 3000 طالب و600، والتكلفة فيها 352 ألف روبل طبعا، يعني أفضل جامعة فهي غالبا غالية. الجامعة اللي بعدها في سان بطرسبرج مثلا المصاريف فيها 248 ألف روبل. الجامعة التالتة الرابعة يعني يوم إلى ذلك. فأنت بتقدر تحدد الجامعة اللي أنت عايزها على حسب ترتيبها جوه روسيا. نقطة بس حابب ألفت النظر إن ده الترتيب جوه روسيا، يعني ترتيب الجامعات جوه روسيا مش بره روسيا، فدي نقطة مهمة بس. فانت هنا بتلاقي كل الجامعات قدامك وتقدر تحدد يعني هي في المرتبة الكام، وبتقدر تختار على حسب يعني امكانياتك المادية، على حسب المدينة، على حسب التخصص، على حسب تصنيفها. بتلاقي كل المعلومات موجودة هنا، وبعد ما بتترجم عربي فانت يعني خلاص يعتبر ان انت خلاص تقدر ان انت تتعامل مع الموقع. صحيح ان الترجمة مش تبقى افضل شيء، ولكن انت بتقدر توصل يعني. فلو اخترنا مثلا جامعة من الجامعات ديت فنحاول ندخل عليها ونشوف البيانات بتاعتها. هنا مثلا دخلنا، وهنا تقدر تعرف هل هي جامعة حكومية، الدولة دي معناها جامعة حكومية ولا لأ، وتلاقي علامة صح قدامها لو هي جامعة حكومية. ومرخصة، بصراحة مش عارف مرخصة دي معناها ايه اوي، بس اظن حاجة لها علاقة بالورق بتاعها يعني. الاعتماد جوه روسيا معتمدة ولا لأ. وبتنزل بقى تحت لو انت حابب تتواصل معاهم، فبتدخل على السايت بتاعهم عشان توصل للارقام التليفونات بتاعتهم والايميلات اللي انت ممكن تتواصل بيها معاهم. مثلا اخترنا اهوت الجامعة ديت ودخلنا على الموقع بتاعهم، وبنفس الطريقة المفروض ان جوجل كروم بدأ يترجمه بشكل تلقائي. فبتدخل وبتحاول توصل للايميلات بتاعتهم وارقام التليفون، وده مش صعب انك تدخل وتتواصل معاهم عن طريق الايميلات بتاعتهم. انت اي سايت هتدخل عليه خاص باي جامعة غالبا لما هتدخل هتلاقي قسم ظاهر قدامك ان انت لو حابب تتواصل معاهم، بيبقى فيه القسم دوت فيه كل الايميلات، وفيه يعني كل ارقام التليفون كل ارقام التليفونات للاقسام حتى كلها عندهم. فانت بتحاول تختار القسم الخاص مثلا بالقبول او بالطلبة الاجانب، وبتدخل مثلا زي ما دخلنا اهوت، وصفحة مليانة ايميلات ومليانة ارقام تليفون. فبتقدر ان انت تتواصل معاهم وتبعت لهم ورقك، ويعني بدون اي تكلفة، بدون ما تلجأ لاي يعني وسيط او تلجأ لحد يعني تدفع له فلوس زيادة، وانت في الغالب بتبقى محتاجهم يعني قدام. لما بتبقى انت عايش في دولة اجنبية فانت بتحتاج كل المصاريف، بتحتاج توفر كتير قوي عشان لما هتروح هناك يعني بتوفر على نفسك يعني. حاجة بس حابب ألفت النظر ليها، في ناس كتير سألتني عن الفلوجز اللي بنعملها جوه روسيا. أنا إن شاء الله من أول شهر 7 هبقى، أنا المفروض في مصر دلوقتي، ففي ناس كتير ما تعرفش إن أنا في مصر بقالي مثلا تقريبا شهرين أو 3. فإن شاء الله من أول شهر 7 هكون في روسيا، وهنبدأ تاني نعمل الفلوجات اللي احنا متعودين عليها، ويعني هنصور أكتر هناك. فالناس كتير اللي بتسأل، لا إن شاء الله في أول 7 هكون هناك ونبدأ نصور من جديد. ومن هنا لأول شهر 7 اللي هو شهر يوليو بإذن الله هنعمل فيديوهات برضو مختلفة على ما نبدأ هناك إن احنا نبدأ نعمل الفلوجات بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.